النهاردة هنتكلم عن حكاية جديدة خالص. مش هنتكلم في سياسة ولا حتى هنتكلم عن شخصية مؤثرة مهمة، هنتكلم عن شخصيات تانية خالص بتأثر برضو بس بشكل تاني خالص. هنتكلم عن مشكلة اجتماعية وظاهرة سلبية للأسف بنواجهها كل يوم في حياتنا، وللأسف برضو بتسيب أثر كبير جدا جوانا. مشكلة التنمر اللي للأسف الطفل الصغير نفسه ما سلمش منها، ومن أول ما بيتولد بيطلع عليه كلام كتير، واللي أول حاجة بتتقال عليه إيه ده؟ هو جايب الوحشة دي منين؟ وطبعا ده سؤال استفهامي مش فاهمة الرد يكون عليه إيه بصراحة. ولا بقى اللي جايه تديكي معلومه عنه لا تكوني ما خدتيش بالك ولا حاجه وانتي بتولدي، هو ماله طالع غامق كده ليه؟ ده مناخيره كبيره وهيطلع شعره اكرت. وطبعا انتي غلطانه علشان ما وقفتيش على ايد الدكتور وهو بيولدك وخدتي حاجه من على وش القفص. ده غير اللي بتدخل معاكي في تفاصيل تانية خالص، وبتاكلي ايه وبتشربي ايه وبترضعي ازاي وانتي ام فاشله ما تنفعيش. ولا قبل ما نتجوز والتجمع العائلي الشهير اللي بيبقى عندنا كلنا طنط واحده نفسها تفرح بينا، واللي الواحد بيبقى عايز يقوم لها ويقول لها والله يا طنط انا فرحانه بنفسي كل يوم، شوفي اليوم المناسب ليكي وتعالي افرحي معايا وخلصينا، وهوب تدخلنا بعدها في دوامه هي الرجاله اتعمت ولا ايه؟ ويا سلام بقى لو سمعتي كمية النصايح اللي بتقولها لك اللي هتنقلك على كوكب المريخ عدل. يعني عارفة لو تخسي بس شوية هتبقي قمر، ولو رفيعة لو تخنتي كده هتحلوي وتبقي قمر، وتكلمك عن مميزات ابنها بعدها ولستة الطلبات اللي حاططها للبنت اللي عايز يرتبط بيها تقولش ابن العيلة المالكة. التنمر واحد من أكتر أشكال الإيذاء المتعمد والإساءة، سواء بتمارسه على فرد أو مجموعة أفراد عايز تفرض شخصيتك عليهم، وده طبعا بيكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والطريقة المباشرة بتكون زي الضرب أو الشتيمة، أما بقى اللي بتكون من تحت لتحت ودي طريقة غير مباشرة اللي هو أنا ههينك وأقلل منك وهمسح بكرامتك الأرض بس أنت ما تزعلش، أنا بهزر يا عم ده أنت حبيبي، هو يعني كان حصل إيه؟ من رأيي الشخصي إن الشخص المتنمر اتعرض وهو صغير لمواقف تنمر كتير جدا، والتصرفات دي حسسته بقلة قيمة كبيرة، وبالتالي بيرد الفعل ده على أشخاص تانية. ويا سلام بقى لو صاحب مجموعة متنمرين صغيرين كده وقووا الحتة دي جدا عنده وحسسوه بالشكل ده إنه أقوى بكتير جدا بسبب دعم اللي حواليه، وطبعا ده بيعملوه عن طريق ضحكهم واستهزائهم باللي قدامهم، وده بنشوفه كتير جدا في مواقف في حياتنا. ومن ضمن المواقف دي موقف حصل بالفعل في فرح في الشرقية، فرح ابن عامل بسيط في مصنع، وعزم أهله وجيرانه وحبايبه، وتقريبا يعني العدد زاد عن عدد الوجبات اللي هتتقدم في الفرح، ومن بعدها هاتك يا سف عليهم وتنمر كبير جدا عليهم. وللأسف الراجل ده بعدها جات له جلطة وتوفى فورا بسبب التنمر. ومع التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه ظهر بعدها التنمر التكنولوجي اللي بيكون بكذا طريقة، عن طريق رسائل أو صور أو حتى فيديوهات، بيكون الهدف منها هو تشويه سمعة الشخص ده سواء في السر أو في العلن، وده بيكون أصعب جدا في المواجهة، وللأسف في الأغلب محدش بيبقى عارف مين هو الشخص ده أصلا ولا حد بيعرف يوصله. أنا واحد فاضي ماسك موبايلي وعمال بكتب في كومنتات تقرف لناس معرفهمش ولا حتى يعرفوني وما عملوليش حاجة على فكرة، بس أنا واحد معقد وكيفي كده وبحب أطلع عقدي على الناس. هنا بقى بيحضرني جملة مي إبراهيم وهي بتقول أنا مش فاهمة إيه الأهالي اللي بتسقط تراب دي، وأول حاجة بتيجي في بالك أول ما يتقال تنمر هم أطفال المدارس، وللأسف نتيجة التنمر بتكون خطر جدا وخصوصا في السن الصغير، وبتعتبر من أكبر المشكلات المجتمعية على مستوى العالم. وعلى فكرة في مشاهير كتير جدا اتعرضوا للتنمر في المدارس، واللي كانت من ضمنهم بريانكا تشوبرا لما طلعت وقالت إنها ما تتمناش لأي طفل بإنه يحس باللي هي حست بيه وهي صغيرة، وإنها كانت دايما حاسة بخوف كبير جدا، وإنها كانت فعلا بتحس إنها أقل واحدة في زمايلها، وفقدت الثقة في نفسها بسبب لون بشرتها السمراء، لأنهم كانوا دايما بينادوها بالفتاة البنية. وتوم كروز الممثل والمنتج العالمي اللي بيعتبر من أكتر الرجال وسامة على مستوى العالم اتعرض لتنمر كتير جدا في مرحلة الطفولة بسبب إن باباه كان بيسافر كتير جدا، وده خلاه ما يقدرش يبني صداقة مع أي حد، وإن جسمه كان ضعيف شوية وده كان بيخليه ياخد كل علقة والتانية، وطلع وقال إنه كان بيحس بالوجع والخوف، وده كان بيخليه يحس بإنه مش عايز يروح أي مكان جديد علشان ما يتعرضش للتنمر والضرب. طب بلاش ده،
باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق شخصياً اللي كان له شعبية كبيرة جداً في الولايات المتحدة في فترة حكمه وكان ليه شنة ورنة، واللي برضه تعرض للتنمر وهو صغير من زمايله وأثرت على نفسيته بشكل كبير جداً بسبب اسمه الغريب ودانه الكبيرة. واحمد حلمي الممثل المصري الكوميدي اللي قال انه هو صغير اتعرض للتنمر بشكل كبير جدا لكن ما كانش بيخلي اي عبارات سلبيه تاثر فيه. التنمر بيأثر بشكل كبير جدا على صحه الطفل نفسيا وبتخليه يحس بالاحباط والحزن والقلق، وممكن جدا يوصله لانه ما يبقاش عارف ياكل او ينام، ومشاكل صحيه بتأثر عليه دراسيا وبتخليه كاره يروح المدرسه او اي مكان بيتعرض فيه للتنمر. وتقريبا 1 من 10 بيسيبوا المدرسه بسبب مشكلة التنمر، واللي فيه أطفال ممكن دماغهم توزهم لدرجة إنهم ينتحروا، وبالشكل ده بيعتبر هو السبب الثالث عالميا للموت ما بين المراهقين. في إحصائيات كتير اتعملت، منها إحصائية أعلنت عنها منظمة اليونسكو بوجود 250,000 طفل في المدارس بيتم التنمر عليهم من بين مليار طفل في العالم. والنتائج أثبتت إن 34% من الطلاب بيتم التنمر عليهم بشكل لفظي، و8% منهم بيتعرضوا للتنمر البدني. المتنمر في الغالب بيعاني من غيرة من اللي حواليه، وده بقى اللي بيخليه يحاول يصب غيرته دي وانزعاجه من الناس على الشخصيات اللي قدامه. وممكن جدا تكون سبب الغيرة بسبب حب الناس في الشخص التاني، أو إنه مشهور، أو حتى متفوق في دراسته وشغله، أو حتى مستواه الاجتماعي مميز شوية عنه. وفي منهم اللي أهاليهم بتكبر عندهم حتة التكبر والتعجرف، وده بيخليهم يعتقدوا إنهم أفضل ناس في الدنيا وكل الناس التانية درجة تانية. مشكلة التنمر لفتت النظر بشكل كبير جدا في الفترات الأخيرة، وبدأت برامج كتير جدا تشتغل على مكافحة التنمر والعمل التطوعي ومساعدة الأشخاص اللي تعرضوا للتنمر علشان ترجع لهم ثقتهم بنفسهم مرة تانية. وأكدت دراسة اليونسكو بضرورة علاج العنف المدرسي ومنع التنمر في المدارس، ده أمر ضروري جدا ومفيش فيه نقاش، لأن المدرسة من البيئات الحرجة اللي بتأثر بشكل كبير جدا على الطفل وعلى نفسيته. والأهالي لازم يكون عندهم وعي كافي بالألعاب الإلكترونية اللي الأطفال بتلعبها، لأن بيكون من ضمنها ألعاب إلكترونية عنيفة جدا ومنتشرة جدا في الجيل الجديد، ونحاول إنها نزود الوعي الديني عند الأطفال من البداية ونخلق جواهم الأخلاق الإنسانية زي التسامح والحب والاحترام المتبادل والمساواة ما بينه وما بين زمايله، وإن مفيش حد أحسن من التاني، ونخليهم يمارسوا رياضة تعزز ثقتهم في نفسهم أكتر. وطبعا إنك تسيب لهم مساحة يعبروا فيها عن رأيهم بدون قلق أو خوف منك، وفي نفس الوقت نعلمهم إزاي يقدروا إنهم يدافعوا عن نفسهم وإزاي ما يخلوش أي كلام سلبي بيتقال لهم يأثر فيهم. ومن أكتر الأمور المهمة اللي الأهالي لازم تعملها هي توعية الأهل لأولادها بمعاني التنمر وإزاي يقدروا يواجهوه ويتعاملوا معاه بطريقة صح بدون ما يأثر فيهم. والأهم فعلا من كل ده إننا نحط قواعد سلوكية بتحذر الطالب من ممارسة التنمر أو العدوانية بشكل عام، ونزود ثقة الطفل بنفسه عن طريق الأب والأم. يعني مثلا ما ينفعش إننا نعاقبه طول الوقت عن طريق الضرب أو الشتيمة، لأن ده بيقلل ثقته بشكل كبير جدا في نفسه، ولو ما طلعش هو شخصيا متنمر هيكون فريسة سهلة جدا لأي شخص متنمر يتنمر عليه. هدفنا إننا نبني مجتمع سوي عن طريق وسائل الإعلام والحكومة وحتى السوشيال ميديا، وكمان مشاركة الأهالي والمدارس والمجتمعات وحتى رجال الدين في الكنائس والمساجد لمشكلة التنمر، ونحط حدود واضحة لكل شخص بيمارس التنمر بكل أنواعه ويتم معاقبته فورا. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكاية من البداية.